مرحله ما بعد الزياره. بوست كول اناليسيز. الخطوه الثانيه فولو اب. الخطوه السابعه بوست كول اناليسيز. بوست كول اناليسيز هي انا بقيم الزياره البيعيه اللي حصلت على طول بعد ما بخرج او في يومها. ازاي نعمل ده؟ راجع كل خطوه في الكول بتاعتك. هل كان في حاجات محتاج تعملها بشكل افضل؟ مش مهم البيعه تمت ولا لا، المهم تكون عرفت ايه اللي حصل وتعرف تقيمه صح. لازم تكتب الحاجات اللي اتفقت عليها مع العميل بتاعك علشان ما تنساهاش، عشان تبدا بيها زي ما قلنا الكول اللي بعدها. ايه اللي ما تعملوش؟ ما تسيبش الموضوع كده غلط، لازم تعمل لها تحليل تعرف الحلو والوحش. الخطوه الثامنه والاخيره هي مرحله الفولو اب. مرحله الفولو اب تتاكد ان انت تتواصل مع العميل من فتره للتانيه. ازاي تعمل ده؟ اتفق مع العميل من وقت للتاني على ميعاد انك تقدر تقابله فيه او تكلمه. ايه اللي ما تعملوش؟ ما تتجاهلش العملاء، حتى لو اشتروا ما تسيبهمش. دايما الهدف من الكول هو بناء علاقه لونج تيرم، مش الهدف بيع. ممكن نبقى نعمل حلقات على كل خطوه من دول ونتكلم عليها بتفاصيل اكتر، بس المهم النهارده ان احنا ناخد اوفر فيو عن عمليه الزياره البيعيه ونعرف الخطوات بتاعتها وبتتكون من ايه علشان نبدا نستخدمها في شغلنا اليوم. الخلاصه، خطوات الزياره البيعيه هي المفتاح للنجاح من خلال التحضير الجيد والتخطيط المتجهز والتواصل الفعال مع العميل، وحتى في التعامل مع الاعتراضات. كل خطوه هتاخدك ناحيه كلوزنج الديل على بعضه. بعد الزياره مهم جدا تقيم الاداء اللي حصل في الزياره وما تنساش الفولو اب. فهم المراحل دي وترتيبها وتنفيذها بشكل صح هيخليك قادر تبني علاقه مع العملاء بتوعك، علاقه مبنيه على الاحترام المتبادل والثقه، وده هيخلي كل زياره اكتر فاعليه من الزياره اللي قبلها. لو عجبك الفيديو اعمل لايك وسبسكرايب علشان يوصل لك كل جديد. ممكن تشير الحلقه مع اصحابك عشان الكل يستفيد. لو تحبوا تعرفوا اكتر انزلوا بصوا بصه على المصادر، جربوا الخطوات بتاعه عمليه الزياره البيعيه. ابدأ جرب واكتب لنا في التعليقات عن رأيكم والنتائج اللي حققتوها بعد التجربة. تحبوا نتكلم عن ايه في الحلقات اللي جاية.